السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ وحشتوني كتير جدا جدا جدا. ان شاء الله النهاردة هعمل معاكم فيديو جامد جدا وجميل، اكلة حلوة جدا واقتصادية وكمان هتفرح ولادنا. طبعا انتوا عارفين الفراخ يعني غالية جدا اليومين دول، فمش كل الناس هتقدر تجيبها. النهاردة ان شاء الله هنعمل اجنحة الفراخ المشوية، وهنعملها كمان بتتبيلة حلوة جدا، وهنعمل الرز البسمتي وسلطة الدقوس بتاعة الرز البسمتي بتتاكل جنبه. بجد يعني حلوة جدا. وطبعا ولادنا لازم ياكلوا حاجة فيها بروتين، لازم ياكلوا فراخ ولازم ياكلوا لحمة، فمش هنفضل نعمل لهم الاكل قرديحي على طول، فعلى قد ما نقدر هنعمل اكل حلو جدا وكمان اقتصادي وموفر، حاجة يعني تبقى اقتصادية وحلوة وهتعجب ولادنا ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده بجد الاجنحة كانت ريحتها خطيرة وطعمها كمان، والولاد فرحوا بيها جدا. زي ما انتم شايفين كده ان شاء الله هتسيبوا اي فراخ، يعني هتسيبوا الفراخ وتاكلوا الاجنحه دي. في ناس كتير بتحب الاجنحه لان بتبقى طعمها حلو، بس تنقي الجناح اللي بيبقى مليان شويه، ما يبقاش رفيع، يعني يبقى فيه لحم كويس. كده طبعا انا غسلتها كويس ونقعتها في ميه وخل وملح وشويه سكر وشويه دقيق، بتنقعيها عباره عن ساعه كده، بعدين تصفيها وتشطفيها كويس. دي التوابل بقى اللي هعمل بيها الخلطه بتاعتي: توم، معايا فلفل اسود، بابريكا، خلطه فراخ وملح وشويه شطه صغيرين، ومعايا طبعا فلفل وبصل وطماطم. كده يا حبايبي زي ما قلت لكم يا حبايبي ببدا اقطعهم كده في الخلاط بتاعي، في الخلاط كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. دي الطماطم طبعا انا غاسله الخضار بتاعي كويس جدا ومقطعاه. البصل قشرته زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالطماطم الاول علشان الخلاط يلف معايا، وبعد كده هنزل بالبصل وبالفلفل والتوابل بتاعتي اللي هي عبارة عن معلقة فلفل اسود، معلقة فلفل احمر او بابريكا، ومعلقة خلطة فراخ. هوريكم برضو الكيسة بتاعت الخلطة بتاعي دي، بتبقى موجودة في اي سوبر ماركت. ومعايا التوم ومعلقة الشطة، دي اختياري بس يعني بتدي طعم حلو للأجنحة بتاعتي. كده زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هحط نص كوباية مية كمان علشان لما اجي اخلطهم في الخلاط بتاعي يتخلطوا كويس. كده زي ما انتم شايفين. طبعا بطلع البذر من الفلفل علشان ما يبقاش حر معايا. حطيت كده المية زي ما قلت لكم. هحط كمان التوابل. طبعا الخلاط كانت هتملى على الاخر فما عرفتش احط البهارات. ضربت الحاجات بتاعتي الاول في الخلاط كويس، وبعد كده نزلت بالبهارات وهضربهم كمان عشان يختلطوا كويس. طبعا الخلطة جميلة جدا وريحتها حلوة خالص. كده حبايبي هنزل بالبهارات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب. كده نزلت الحاجات بتاعتي، البهارات بتاعتي. هضربهم بقى في الخلاط تاني ونرجع نشوف هنعمل ايه. دي البهارات اللي قلتلكوا عليها، دي بهارات الفراخ اللي موجودة في اي سوبر ماركت. طبعا دي بتضيف ريحة ومكونات حلوة جدا للفراخ بتاعتي، بتخلي الفراخ بتاعتي زي يعني بيبقى ريحتها جميلة جدا وطعمها حلو. دي بقى ممكن يعني تعمليها في الفراخ المشوية، ممكن تحطيها على الأجنحة زي ما انا عملت كده، بتبقى طعمها حلو. هضربها بقى وارجع لكم تاني. كده حبايبي بعد ما نزلت التتبيلة بتاعتي على الأجنحة هسيبها في التلاجة ساعة، يعني المفروض ساعتين 3، بس انتي لو مستعجلة بتسيبها ساعة زي ما انا سبتها كده. هنزلها بقى في الصينية بتاعتي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. معصلجة مش راضية تطلع بتتزحلق كده حبايبي، كل حاجة منقرة مش عارفة ليه كده. بسم الله. طبعا زي ما انا قلت لكم مش هنروح نجيب فرخة يعني الكيلو ب80 جنيه وب75 جنيه. هتجيبي الكيلو الأجنحة عامل 45-50 جنيه، هتجيبي 2 كيلو احسن وطعمها حلو جدا برضو وهتعجب الولاد خالص. كده حبايبي طبعا هرصها كلها في الصينية
واحط عليها شوية زيت وحتة سمنة بلدي كده صغيرة، هوزعها عليها كده واحطها في الفرن قيمة كده ربع ساعة، واشوفها لو استوت بشغل الشواية من فوق تاخد لون وبتطلع جميلة جدا. ولو عندك بقى حتة فحماية صغيرة بتروح حطها في طبق صغير او بتجنبيهم كده وتحطيها، تحطي عليها شوية زيت وتغطي عليها، بتبقى جميلة جدا، بتطفي فحماية فيها كده وبتبقى زي ما تكون مشوية بره، بتبقى جميلة جدا وريحتها بجد ما تفرقش عن بره خالص. كده حبايبي بعد ما رصيتها كلها معلقة سمنة بلدي زي ما قلتلكوا بتفرق في الريحة بقى والطعم كمان. هرصها على الأجنحة بتاعتي كده وهدخلها الفرن زي ما قلتلكوا. يلا وفري ودبري بقى، الست الشاطرة بقى بتوفر في الظروف اللي زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بعد ما خلصت كده احطها في الفرن كده زي ما انتم شايفين، احطها من تحت حوالي ربع ساعة كده او لغاية ما تستوي معايا، وبعد كده هشغل الشواية عليها. هنعمل بقى الرز البسمتي دلوقتي. معايا هنا حطيت شوية زيت ومعلقة سمنة بلدي كده حبايبي، كده زي ما انتم شايفين. معلقة السمنة بس تسيح معايا شوية علشان احط الحاجات بقية الحاجة. معايا هنا بصلاية مبشورة وجزراية مبشورة وطماطمية صغيرة مبشورة برضو، علشان ما تبقاش يعني ببشرهم كويس جدا عشان يبقى ما يظهروش معايا في الرز. كده نزلت بالبصلاية يا دوب هشوحها تشويحة كده، وبعدين انزل بالجزر والطماطم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ممكن يعني نستبدل الرز البسمتي ده بالرز المصري، لان الرز البسمتي كمان بقى غالي جدا. انا كان عندي شوية دول قبل ما يغلى بالغلا الفظيع اللي هو فيه ده، فممكن تعملي الرز المصري بنفس الطريقة كده، بس طبعا بيتقللي كمية المية لان الرز البسمتي بياخد مية اكتر وبيبقى طعمه جميل برضه. مش لازم نشتري الحاجة اللي تغلى، يعني مش هنشتريها، هنشتري الرز البسمتي غالي جدا ليه؟ ممكن نستبدله بالرز المصري بيبقى جميل برضه. طبعا هشوح الطماطمايه كده مع الجزرايه مع البصلايه كويس، وهنزل بقى ببهارات الكبسة برضو بتشتريها من السوبر ماركت، هوريكم برضو الكيسة بتاعتها تبقى جميلة جدا. ديت معلقة كركم. طبعا لو ما عندكيش الكيسة بتاعت التوابل دي بتحطي بقى بتحطي التوابل التانية بتاعتنا، بتحطي ليمون قضاليا. ديت كيس التوابل اللي انا بقولكوا عليها موجودة في السوبر ماركت. طبعا هتقولوا له عايزة خلطة الكبسة، وزي ما انا قلت لكم لو ما عندكيش بتحطي واحدة ليمون قضاليا، وبتحطي عود قرفة، وبتحطي قرنفل، وبتحطي حبهان، يعني الخلطة بتاعت الكبسة. بس دي بتبقى احسن لان ما بتعوزيش تشيليها بعد ما الرز يستوي وكده، لا يعني بتدي طعم حلو جدا، والتتبيله خطيره جدا بجد، طعمها حلو، وفي نفس الوقت ما بتعوزيش تشيليها وكده بعد ما الرز بيستوي. طبعا انا حطيت التتبيله وحطيت معلقه ملح وحطيت شويه فلفل اسود، يبقى حطينا ايه؟ حطينا بصلايه وحطينا جزرايه مبشوره وطماطمايه مبشوره، وحطيت معلقه كركم وحطيت تتبيله الكبسه، وحطيت كمان ملح وفلفل اسود. ده الرز بتاعي، انا بوريه لكم ان انا غسلاه ونقعاه، مش هتنقعيه كتير يعني ساعه او نص ساعه مش كتير. هنزل بقى بالرز بتاعي كده بعد ما صفيته. طبعا لما بتشوحي الكركم مع البصل والطماطم والجزر ومع الخلطة دي بتدي ريحة حلوة جدا للرز البسمتي بتاعي، بتفرق معاكي جدا التشويحة دي بجد، بتديله ريحة وطعم جميل جدا. وطبعا هشوحه شوية برضو معاهم علشان يبقى مفلفل معاكي وجميل. وطبعا اهم حاجة كمان بتنزلي على الرز بتاعك، ممكن تنزلي بشوربة لو عندك شوربة، لو ما عندكيش بتنزلي بميه، بس اهم حاجه تكون الميه ميه سخنه مش ميه ساقعه علشان الرز ما يعجنش معاكي، يبقى مفلفل وجميل كده. هتنزلي عليه بميه سخنه تشوحيه شويه كويسين كده، وبعدين تنزلي عليه بالميه السخنه كده حبايبي زي ما انتم شايفين. التشويحه دي بقى اللي بتخليه معاكي مفلفل. نزلت بالميه كده زي ما انتم شايفين، ميه سخنه زي ما قلت لكم.
طبعا الرز البسمتي زي ما قلت لكم بياخد ميه شويه زياده عن الرز العادي بتاعنا، بس ما تزودوش قوي، يعني مقدار زياده شويه صغيرين عن الرز بتاعنا. بقلب كويس، اشوف الحوض ايه بتاعه بقى وكده، لو مظبوط خلاص، مش مظبوط هزود له شويه ملح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وفي ناس كمان بتعمل الرز البسمتي ده بلسان العصفور، بيبقى جميل برضو جدا. يعني ما تخليش حاجة توقفك، لازم كده نفكر في اكلات كده لعيالنا تبقى حلوة وفي نفس الوقت ما نكلفش نفسنا. طبعا انت لو هتجيبي الرز البسمتي والاجنحة المشوية دي من بره هتبقى سعرها برضو غالي، فلازم كل حاجة نعملها في البيت، وطبعا ضامنين نظافتها واحنا متبلينها ازاي وعاملينها ازاي. كده هسيبه بقى يستوي على نار، يعني هعلي النار شوية، واول ما يشرب ميته هدي النار خالص. وكده بقى بعد ما الرز بتاعي استوى، بعد ما الاجنحة طلعت من الفرن زي ما انا قلتلكوا، سبتها تستوي وبعد كده شغلت الشواية شوية تاخد اللون الحلو ده. ودي سلطة الدقوس اللي انا قلتلكوا عليها. الخلطة اللي انا عملتها للفراخ خدت منها شوية، وبعدين حطيت عليها شوية زيت، وبقت كده دي سلطة الدقوس. بس هحط عليها كمان، انا ما عنديش خضرة للأسف، لو عندي خضرة احط شوية على الوش وتبقى 100%. وانتظروني في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.